السلام خوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. ما تنساوش ديروا ديك لايك وابوني اللي كيشوف القناه لاول مره، يهبط يدير ديك لايك وابوني. خليكم مع الفيديو. نسينا اللاعب اسماعيل مقدم بعقد يمتد لمده موسمين. اللاعب فايت اللي يحمل قميص فريق الرجاء الرياضي. انا الراي ديالي في هذه الصفقه صفقه مزيانه، حيت ما عندنا خصاص في الدفاع. عطيونا الاراء ديالكم. خوت الرجاء كانوا مطروحين على جوج لاعبين مغاربه في خط وسط، اللي هو مهدي بالرحمة وفيصل فجر. مهدي بالرحمة هو الأقرب، ولكن دخل فريق الخالدية البحريني، اعطى عرض والرجاء باغا تجيبو بعد ما يفسخ العقد ديالو مع القادسية، حيت عندهم مشاكل مع فريق الكويتي. لما جاش هو غادي يجي اللاعب فيصل فجر. الرجاء قدمت عرض مدة موسمين المهدي بالرحمة، وفيصل فجر قدمت لي عرض واحد، عرض موسم واحد. غنشوفوا في ايام قادمه شكون اللي غيجي الرجاء في الوسط. حسب مدرب فريق الرجاء الرياضي الزمرات فؤاد الزهواني، غيلتحق بفريق الرجاء الرياضي واللاعب حاليا كيلعب فريق الرجاء الرياضي. خوت، على حساب معطيات اللي عندنا حاليا فريق الرجاء الرياضي باذن الله غيجي مهاجم اجنبي. خوت، الرجاء كانت مبرمجه مباريات وديه ضد اولمبيك اسفي واتحاد يعقوب منصور، ولكن بطلب مدرب فريق الرجاء الرياضي سعد جرد الشابي غادي تلغاو هاد المباريات، لان اللاعبين الاساسيين ما كاينينش مع فريق الرجاء الرياضي، وما غادي يستافد حتى حاجه من هاد المباريات. بالنسبه للاعب بين مالونغو، اللاعب بين مالونغو الا الرجاء ما صابتش شي مهاجم اجنبي وما جابتوش غادي يجي الرجاء، واللاعب حاليا مطروح بقوه. الخوت، ما تنساوش ديروا ديك لايك وابوني وديما راجع.